وبهذا الفيديو راح نجمع جميع بلوكات ماينكرافت بداية من بيومات العالم العادي لحد ما نوصل لسفينة الاند الى اعماق النذر لحد ما نوصل للواردن. ايش راح يصير معنا؟ تابع المقطع عشان تعرف. بداية خلينا نبني البيس اللي راح نحط فيه اللوت تبعنا. اقسم بالله شغل مهندسين. وبعدنا حطينا الصناديق تاعنا. اول اشي رح نبدا فيه اللي هو تلستون، اللي في البدايه رح نجمع منه كميه محترمه عشان الستون لما تخلطه بالفرن والكرافتنج تيبل بعطيك اكثر من نوع من الستون، والستون شخصيا بعطيك نوعين من البلوكات. ولحسن الحظ لكينا عندي البيز فحم وبندوره، الاثنين بعطوك بلوكات لما تجمع 9 منها، لكن البندوره بتنقسم لنوعين من البلوكات. النوع الاول اللي هي بلوكه البندوره مع العسل اللي هو انت عزيزي المشاهد، والثاني 4 بلوكات بندوره بعطيك بلوكه اس 4. وبعدنا اخذنا الديرت والجرافل من حول البيس، اجى دور الرحله الكهفيه. وبما ان الشمس خلعت خلينا نرجعها كمان مره عشان الليل والمغامره نو جود فور كيفنج. بيطلع لك كريبر ولا زومبي بيفسخك بطيء. وبعد فترة قصيرة لقيت كيف ضخم اسطوري. يا عمي والله تحديث ماينكرافت 1.19.2 حطوا فيه. وبعد ما استقريت بالكهف ولقيت مكان خرافي كان لازم اني ابني ميني بيس يكون مؤقت للتظبيط وتجميع الاشياء. لا بالغلط. الوضع ما كان تحت السيطرة في الكهف، وبس عملنا بكاكس الايرون اجى وقت اللعب الصح والكسر. اندرمان بشرفك. لو معي مي وين راح الوسخ؟ لا نخاف الا الله يا وسخ. هولي مولي. اوكي ليتس جو من اولها. خلينا احتياطا قبل ما نغامر نحفظ احداثيات البيس، مش جعبالي اكون اشمطها سكرين شوت فهي بالتلفون. اوكي ليتس جو جولد. فخلينا نتعمق احنا بالكهف عسى لقينا دايموند وخلصنا من والله العظيم ليتس جو. ولك محطة قطار والله. ليتس نعم صحيح زي ما انت شايف لقيت الواردن ومحطة قطار بنفس المكان، بس المشكلة اللي واجهتني اني ما عرفت اني اخذ بلوكة الواردن، لما اكسرها بتختفي. وبهاي الحالة قررت اني استعين بصديق. الله يستر يا برو. هايبر تواصلت مع صاحبي هايبر وحكى لي اني لازم استعمل تطويرة اسمها سيلك تاتش. هاي التطويرة حرفيا اي اشي بتكسره باخذه وبعطيك اياه شو مكان الاشي. راح تفيدنا التطويرة هذه في المستقبل وشكرا هايبر. اخيرا طلعنا من هذا الكهف وخرجنا بصيد كثير محترم، وهو بلوكات الموارد بكل اشكالها وانواع من الستون الكهفي. واخيرا واهم شيء موقع الواردن. عشان نعمل هاي التطويره لازم ان نجهز اداه التطوير ونحط حوالينها على الاقل 9 مكاتب. باستعمال الاوبسيدين والدايموند اللي جبتها من الكهف قدرت اني اسوي الاله، وهي التطوير راح تساعدنا ناخذ اشياء مش ممكن انك تاخذها في البيكاكس العادي زي هذول. وقبل ما اسوي تطويره السلك تاتش قررت اني انزل لمعبد المي بالاول، واللي صار هناك في المعبد اللي راح نسويه في المعبد ان احنا راح نجيب البلوك المشعشعه هذه وصحباتها. السلك تاتش ما كان معي وقتها، بس عشان اجيب الضوء هذا كان لازم اني اكسر 4 وارجع على الكرافتنج تيبل واجمعهم مع بعض وبعطينا اياه. وعلشان نقدر نتنفس تحت المي في خوذه بنسويها لما نقتل عدد كبير من السلاحف، وهذه الخوذه بتسمح لنا ان نتنفس تحت المي. بس مان مين بقتل السلاحف يا زلمه؟ خلينا نحافظ على انسانيتنا شوي. تنسوش اهم شيء الانسانيه، ما تضيعها لان الانسانيه محور الحياه. وبعد عناء طويل كسرنا البلوكات ال4 وكسرنا قريباتهم وخلصنا من معبد المي. اول شيء راح نسويه بعد ما رجعنا الكهف وهو ان نجمع جميع انواع الاورات، وكمان نكسر الاوبسيدين اللي بيلزم لبوابه النذر. وطبعا ما نسينا الجلاس وكل الالوان اللي بشملها، وكمان الصبغات اللي بتلزم عشان نجيب البلوكات كلها. بس قبل ما اكسر بلوكات الوردن كان لازم اسوي سلم للهرب السريع. خلينا نروح ناخذ اخر بلوكه ونضل كاسحين داحلين كاسحين سميها شو ما تسميها. انا بدي اطلع من هالمنطقه باقرب وقت لاني مش هستحمل. يلا كسر. اوه ماي جاد الانفولتري. بدي اهرب من هان باقل خسائر ممكنه. انكلع يا اخي. يا زلمه شو اسوي لك؟ اول مره بيطلع لي الواردن، وبرضه لازم اكون حذر عشان ما انشمط. اجى دور النذر يا صاحبي. كسرنا بلاط النذر وكسرنا ضواوي النذر، ومثل ما انت شايف اعطاني الضوء شخصيا مثل ما هو. برضه ناخذ كميه كبيره من الكوارتز عشان الكوارتز فيه له اكثر من نوع ممكن يسوي، وكمان طلع لنا الجولد. او ماي جاد وات ذا فاك يا عمي احتراف شت. او من انت البيج مان هذا بهجم نوبه بقوه. لا او ماي جاد اوف. حشيش، خشب، لمبة، دير، دبل خشب. ليش اخذنا دبل خشب؟ عشان الخشب عزيزي المشاهد مش عبارة عن بلوكة واحدة، ممكن انك تسوي اكثر من نوع له. المشكلة انه لازم اقتل اندرمان عشان اجيب عين. اجا قدامي هي بقول لي تعال اقتلني. بس طب وين العين؟ الو بعطينيش العين. لا كانوا كثار. لا عيوطة.
اوكي ليتس جو. لقينا اثنين جوا. ابلع داي. ابلع ابلع. لا 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 لا. او ماي جاد والله نص كلب. لا 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 لا. موت يا كلب موت. سنعود بعد شوي. باستخدام تطوير السلك تاتش تقدر تجمع جميع بلوكات بايوم الجليد عدا بلوكه واحده اللي هي السنو. بلوكه السنو لو كيف ما كسرتها ما بعطيك اياها. الحل الوحيد انك تجمع هاي البلوكه انك تجيب صحن فاضي وتروح على منطقه مثلجه، حط الصحن على الارض ووقف واستنى هناك زي الصنم نص ساعه ساعه زمان لحد ما يتعبى، وتجيب دلو وبالدلو بتاخذ السنو وكل سنه وانت سعيد. بيوم الصحراء اللي بتجيب منها البلوكه الحمراء والرمل الاحمر والبلوكه الصفراء والحجر الاصفر والبلوكات المزخرفه. عشان تجيبها لازم تروح على بيوم اعماق المحيط وبتلاقي كل الانواع السبعه هناك. وبلوكه النذر رايد عشان تجيبها لازم تنزل على ارتفاع 15 بلوكه تحت النذر وظلك ماشي لقدام لحد ما ربك ييسر. اوكي ليتس جو من اولها. نايس نايس ليتس جو. سيدي الدلوع بتلاقيه عند الروند بورتل في النذر. هولي شيت ولا كانه قاعد في اللافا. وعندك الحجر المولع بتجيبه من بيوم من بيومات النذر اسمه بوستون ريمينز، وبرضه بنلم شويه احجار من القاع لانها بتلزمنا. بلوكه المحيط اللي بتجيبها من الحشيش اللي بيطلع من كاع المحيط بتكسره وبتروح على الفرن بتشوي. بعطيك ورق سبيشل، هذا الورق بتجيب منه 9 وبعد ما تجيب منه 9 بتحطها في الكرافتنج تيبل وبعطيك بلوكه المحيط. وكمان بلوكه التربكه عشان تسويها لا جديا هيك اسمها. علشان نسويها لازم تغطس في البحر وتكسر بلوكات الكلاي او الطين واطبخهم وبعطيك التربكه شخصيا وحط عليها الصبغه وانت هيك جبت التربكه بكل انواعها وكل سنه وانت سعيد. في عندك بالعالم العادي 4 بيومات اساسيه فيها انواع الخشب النادره، المتصحر، بلاد طرزان، وكمان السوشي. ولحسن الحظ لقيت فطر ببلاد طرزان اللي ساعدني اخذ بلوكتين زياده ريحنا منهن للمستقبل. هسا عشان تسوي الكونكريت احنا بنحتاج صبغه و4 رمل و4 جرافيل، وانت هيك سويت الكونكريت باودر. وبعدها راح نبني حوض المي اللي بنحط فيه الكونكريت باودر عشان يتحول من الحاله الرمليه الى الحاله الصلبه. واحنا بهاي الحاله حصلنا على نوعين من البلوكات اللي هو نفسه اللي بتحطه مع الحليب وبالطعميه لاخوك الصغير، ونفس الطريقه مع باقي الالوان. وكل عام وانت بخير. واخر اشي عظمه البون اللي بتجيبها من لحم السكيلتون. ليتس جو ليتس جو اخر واحده. هولي مولي. اوكي بلوكات الان تلزمنا للتجميع. ليتس جو. اول واحده طارت. او ماي جاد والله بتدمج الارض. ايها التنين اللعين سوف اصيدك. يا ليه يا الاي في بي الزبال على اوكي نايس دمجته. ليتس جو يا عمي ولك انا مسالم يا وسخ. انا مسالم بيلحق في التنين. اوكي ليتس جو. ظلت اخر واحده هان. خلينا نجرب بس الحركه السحريه هذه. اوكي ليتس جو. والله زبطت من اول مره. يا عمي حل عني يا ابني حل عني شو هذا. وات ذا فك يا زلمه شو هالميه الحماره. تعال يا كلب. اوكي بس ينزل. اوكي هيد. لا يا عمي اوكي ليتس جو. لا اوكي يا عمي حركات احتراف بس. ابلع لا يا عمي مش هين. اوكي دمي راح. اوكي لا يا عمي لا ضربه. ليتس جو اول مره بقتل التنين يا زلمه. بعد ما قتلنا التنين ايش راح تكون ردة فعلك لما تعرف ان في طريقة تجيب فيها بلوكة البيدروك شخصيا؟ اول شيء حنسويه هو ان نقتل على الاقل 4 جاست عشان ناخذ هذا الايتم ومن خلاله نسوي الكريستالات تبعت التنين. ولحسن الحظ ضل معي بالصناديق عيون اندرمان وشوية بليز استعملتهم عشان اسوي الكريستالات. وبعد ما دخلنا لملفات اللعبة كان لازم اني اسوي نسخة احتياطية للعالم قبل ما اغير التحديث عشان ما يروح كل الشغل اللي اشتغلناه. اول خطوة لازم نسويها هو ان نرتب الكريستالات بهذا الشكل ونتأكد ان عاملين سبون بوينت قريب من البوابة عشانها راح تكون المكان اللي بترسبن فيه البيدروك. اوكي ليتس جو. بسم الله. اوكي ليتس جو. نايس زبطت يا عم. ليتس جو. اوكي في هناك بلوكات محترمة للتجميع. او ماي جاد ايش هذا. يلا ليتس جو هروب تايم. اوكي ليتس جو. نضل على الحفة عشان لما يخلص وقتها نضل محافظين على السيطرة. اوكي ضربيني. اوكي نايس. خلي المي في يدك واضربهم بالمي. اوكي نايس. لا خلي المي معي. يا بيض على بركة الله. 1 2 3 نايس. قتلنا اول واحد. معي اخر كلب يا برو. تعال يا حشرة. نايس والله ايزي. ليتس جو براذر. اوكي هيلث كمان. والله يا عمي ظابطة معي. ليتس جو. اوكي ليتس جو. ما مش هذا يطير. مش هذا يطير. تعرف اني ناسي البس الالترا. ابو خزنة عم هاي